في قلب الصحراء عاشت قبيلة النور، معروفة بالشجاعة والكرم، ولكن سنوات الجفاف والانقسام جعلت حياتهم صعبة. كان الشيخ سالم يدعو يوميا أن تعود المحبة بين الجميع. وفي يوم من الأيام وجد الصغير سامي لوحا حجريا عليه رموز غريبة خلف الجبل، وأخذه إلى الشيخ الذي أكد أنه جزء من خريطة كنز القبيلة الذي ستجده حين يتحد الجميع. تحمس الناس وانقسموا إلى مجموعات تبحث عن الكنز، وكل فريق ادعى أنه يملك جزءا من الخريطة. بدأ الشجار وانتشرت الفوضى حتى اشتعلت النار في إحدى الخيام، ولم يستطيعوا إخمادها بسبب انقسامهم. صرخ الشيخ قائلا: لقد ضاع كل شيء لأننا نسينا التعاون. في تلك الليلة حلم الشيخ بأجداده يقولون له إن الكنز ليس مالا أو ذهبا، بل هو المحبة والوحدة. استيقظ الشيخ وجمع القبيلة وقال: إن الكنز الحقيقي هو التكاتف والعمل معا. بدأ الشيخ ينظم العمل، بعضهم يحفر الآبار، وآخرون يرعون الماشية، والبعض يبني السدود، والنساء يساعدون في الطعام. بدأ الجميع يتعاونون، وعادت البهجة للقبيلة. ونزل المطر أخيرا بعدما اجتهدوا، وامتلأت الآبار ونبتت النباتات. وجد سامي حجرا جديدا مكتوبا عليه: الكنز في اجتماع القلوب. ابتسم الشيخ قائلا: هذا هو الكنز الحقيقي. تعلمت القبيلة درسا كبيرا: الغنى لا يأتي بالمال، بل بتكاتف القلوب. صار العمل جماعيا، والطلبة والأطفال يساعدون بعضهم، وأصبحت قبيلة النور مثالا لكل القبائل، يروى في القصص عن التعاون والوحدة. علمتنا القصة أن التعاون هو الكنز الحقيقي للإنسان، فمهما بحثنا عن المال لن نجد الراحة إلا إذا تقابلت قلوبنا بالمحبة والعمل المشترك.